صار دانيال. ألم يتساءلوا أو يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل عن التسمية؟ دانيال، اختاروا دانيال. من هو؟ من هو؟ هو نبي عبري. تم الاختيار بطبيعة الحال من قبل الجهات التي تختار الأسماء، وهذا الإعصار تم تسميته باسم دانيال ويرددونه. ألم يتساءل أحد لماذا تم تسميته بدانيال؟ هذه قضية أخرى، لأن الحركة الصهيونية تغلغلت وتم تقريبا في ضرب العقل والتفكير في حالة غيبوبة فكرية تماما. من أبراهام إلى دانيال واضحة جدا.